تعالوا نشوف المفروض ما تعملش ايه لما الدنيا تتأزم. هنقولها لا تنجرف لا ترمي ولا تيأس. اولا لا تنجرف يعني ايه؟ يقول لما خطفت السفينة، او اوروكليدون دي الريح خطفت السفينة، يعني ايه؟ جرفتها ولم يمكنها ان تقابل الريح، سلمنا فصرنا نحمل. ساعات العاصفة تجرف، يعني الأزمة تزقك في اتجاه تقوم ترفع ايديك وتستسلم، ما تبتديش تتحدى، لا خلاص بقى هي باظت فانت ايه؟ مستسلم. فالواحد مثلا يترك اهدافه، يقول ايه مثلا بنت تقول انا اتخطبت، انا مش مرتاح ومتضايقة بس مش هقدر افك. لا يا بنتي انت بتنجرف، الموضوع واضح انه مش مناسب، الموضوع ده هيقلب نكد طول العمر، انت كل يوم راجعة متضايقة مش قادرة افك، خلاص بقى. ايه اللي خلاص بقى؟ هنا بتنجرف. واخدين بالكم؟ واحد دخل في موضوع الشركة باظت وواضح ان هم يدخلوا في مشاكل ومديونية، يقول خلاص اللي ابتدانيه نكمله ايه ده؟ اخرها سجن، لما توقف دلوقتي احسن ما توقف بكرة. انما سايبها تنجرف الحكاية. فاوعى تنجرف، بلاش تسيب البحر ياخدك، حاول توقف على قد ما تقدر. لان هنا ما بقوش عارفين هم عاوزين يروحوا فين، خلاص ما بقاش مركزين عاوزين نوصل فين، زي ما يودونا بقى. ضاعت الاهداف، دي اخطر حاجة في الازمات. يعني كانت عاوز تتجوز عشان تعيش عيشة حلوة وتستقر وتفرح بربنا، لا عاد ربنا في تفكيرها ولا الاستقرار هدف، هي بس عاوزة تتجوز عشان ما يقولوش فكت، هو ده هدف ما يقولوا. واحد بيقول مش هقدر افك الشركة لان هيحصل زعل وبتاع، يا عم في حاجات اخطر من كده. طبعا هنا ما كانش في بوصلة والنجوم مش باينة والبحارة نفسهم الدنيا ضلمة، ففي استسلام كده، ما فيش اي حاجة تخلي الواحد لا ينجرف. تاني حاجة ما تعملهاش، ما ترميش. ما ترميش يعني ايه؟ طبعا هم هنا تصرفوا تصرف البحارة المشهور. البحارة لما يلاقوا المركب تقيلة والمية ابتدت تدخل يرموا الحاجات التقيلة عشان يحافظوا على المركب أطول فترة ممكنة عايمة، وإلا هتاخدهم وتغطس، فبيبتدوا يرموا. ده بيحصل في حياتنا امتى؟ لما تحس انك غرقان تبتدي ترمي حاجات مهمة قوي. يعني مثلا صديق مهم دخلت في مشكلة رميته، ده هو ده بالذات كان ممكن يسندك، دي علاقة مهمة جدا، هتبيع كل اللي بينكم عشان الأزمة دي، ليه ترمي دي؟ عندك مبدأ حلو في حياتك انك ما بتكذبش مهما حصل، تيجي في الأزمة تقول ايه؟ مش نافع بقى، لا خلاص بقى هكذب وخلاص، لا هترمي مبادئك، دي حاجة مهمة جدا. طول عمرك محافظ على مبادئك، انت بترمي بإيدك حاجة غالية قوي وممكن يبقى تمنها أغلى. يقولوا في اليوم الثالث رمينا بأيدينا أساس السفينة. طبعا أنا هنا دي حتة تأملية، يعني يجوز هما معاهم حق، بس أنا بنتكلم عن حاجة غلطة بنغلطها في الأزمات، إن في الأزمة يا إما تسيب الحكاية تسوقك غلط، يا إما تبتدي تتخلى عن حاجات مهمة داخل الأزمة. بنت مخطوبة وبعدين إيه؟ ابتدى بقى خطيبها مش حلو وابتدى يحصل شقاوة بينهم وتنجرف، أو ترمي بعض المبادئ وتتنازل بعض التنازلات وتقول ما أنا مش خلاص بقى هتجوز وخلاص. لا، انت بترمي حاجات مهمة قوي، بترمي مبادئ، بترمي أخلاقيات، بترمي عهد بينك وبين ربنا، بترمي التزامات. ممكن الواحد حتى يرمي طموحاته، يقول أنا كان نفسي بس خلاص. ليه خلاص؟ ليه خلاص؟ ممكن أحلامنا وطموحاتنا الحلوة الكويسة نفضل ماسكين فيه، ليه ترمي؟ ما يمكن الحاجات دي هتفيدك بكرة. ثالث غلطة مشهورة محدش يعملها في الأزمات، اليأس. يقول إذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة اشتد علينا نوء ليس بقليل، يعني أزمة تقيلة فعلا، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. أصعب حاجة في الأزمة هي اليأس. اوعى تيأس في الأزمات. طبعا هنا معلمنا لوقا بيتكلم بروح المجموع باتضاع، لكن بولس ما كانش يأس، وغالبا لوقا ما كانش يأس،
بس خلاص جو المركب كله ايه؟ ما فيش فايدة، هنغرق، خسرت، باظت. انتزع كل رجاء في نجاتنا. من أصعب اللحظات دي في الأزمات، مهما تأزمت ما تيأس. يبقى لما تتأزم ما تنجرفش، ما ترميش، ما تيأس. افتكر، ما تنجرفش، ما ترميش بإيدك حاجة غالية، ما تيأس.